بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريبتو، تعالوا مع بعض النهارده نحل weekly assessment week 6. أولا التقييم ده جميل جدا 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 وسهل خالص على أولادنا. تعالوا مع بعض نحل موديل A. question number 1 first. أول سؤال بيقولي what is the solution set of the equation. احنا اتفقنا مع بعض ان هي اسمها equation لوجود علامة الايكوال دي، صح كده؟ طيب اهم حاجة اعرف ان هي in ايه؟ in real. تمام، يعني كل النمبرز موجودة عندي. تمام كده؟ تمام. احنا هنشتغل هنا بقى في الجزء الفاضي. طيب لما يجي يقول لي root 2 x plus ال 1 equal 3، احنا اتفقنا مع بعض اما بشتغل الايكويشن انا بشتغل البلس والماينس الاول بعدين التايمز والديفايد، صح كده؟ فانا هاخد ال1 دي هوديها الناحيه التانيه بالديفرنت ساين. تمام كده، فهقول روت 2 اكس ايكوال 3 ماينس 1. تمام، يبقى الروت 2 اكس ايكوال كام؟ 2. مين يروح الناحيه التانيه يا ولاد؟ الروت 2. هنا في علامة تايمز ما بين الروت 2 والاكس، في تايمز، يبقى الروت 2 تروح الناحية التانية بالديفايد، يبقى الاكس بتاعتي بتساوي 2 اوفر روت 2. بس الترم الاولاني قلنا ان الشكل ده مش مظبوط كده، ما ينفعش يبقى عندي روت 2 في الديمينيتور تحت. طب اتصرف ازاي يا ميس لما الاقي عندي روت 2 تحت او روتس يعني عامة؟ هقول تايمز روت 2 اوفر روت 2. انا عملت العملة دي ليه؟ عشان اكنسل الروت مع الروت. اتفقنا مع بعض ان الروت 2 تايمز روت 2 انا هكنسل الروت مع الروت، فهيتبقى لي في الديمينيتور كام؟ 2. تمام كده؟ طيب ايه اللي اتبقى لي فوق؟ هعمل 2 روت 2. طيب مين موجود عندي ممكن يتكنسل فوق وتحت؟ ال2 وال2، الاتنين دول انا هكنسلهم مع بعض، هيتبقى كام يا شباب؟ هيتبقى روت 2. تمام كده؟ الجزئية دي موجودة عندي من الترم الأولاني، ولو حضرتك كتبت على الآلة 2 over root 2 هتطلع لك root 2 على طول. طيب يبقى السوليوشن سيت بتاعتي بتساوي root 2 اللي هي لتر كام؟ دي. تعالى معايا في question number 2 بيقول لي what is the solution set of the inequality. اتفقنا مع بعض ان الفرق ما بين المسألة دي والمسألة دي الساين دي اسمها inequality sign. ولما باجي بقرأ السؤال بقول كده 2x less than or equal 12. تمام، انا برضو عايزاها in r. تمام، برضو هاخد المسألة بتاعتي واشتغلها هنا. ادي question number 2. بص يا شباب، هكتب كده 2x less than or equal 12. طيب نفس الشغل اللي بعمله في الايكويشن هو اللي بعمله في الانيكواليتي، فمين هيروح الناحية التانية؟ ما بين ال2 والاكس في علامة تايمز. تروح الناحية التانية بإيه يا شباب؟ بالديفايد، يبقى أنا هقول له x less than or equal 12 divided 2، فالx less than or equal كام؟ 6. تمام كده؟ واتفقنا مع بعض إن السوليوشن سيت في الانيكواليتي بكتبها في صورة انترفال. طيب ادي السوليوشن سيت بتاعتي. لما يقول لي الاكس less than 6 يبقى أنا كده رايحة ناحية البوزيتيف ولا ناحية النيجاتيف؟ أنا أصغر من ال6 أنا برجع لورا، فرايحة ناحية النيجاتيف. خلاص، فطالما ناحية النيجاتيف فأنا هكتب نيجاتيف انفينيت. تمام، وبعملها إيه؟ أوبن. دايما الانفينيت بعملها إيه؟ أوبن. طيب واكتب هنا 6. ال6 بقى المرة دي هكتبها كلوزد عشان عندي less than or equal، فهكتب ال6 بتاعتي كلوزد. تمام كده يا شباب؟ هختار انهي لتر دي. تمام، تعالى معايا في اول سؤال في الستوري. بيقول لي find solution set in R 6x minus 5 equal to x plus 11. اتفقنا مع بعض لما يكون عندي في الناحيتين في اكسات، خلاص لا اخلي الاكسات مع بعضها في جنب والارقام في جنب تاني.
طب بص معايا كده المسألة 6x minus 5 equal 2x plus 11. هخلي الإكسات مع بعض والأرقام مع بعض، بس أنا عايزاك نتفق مع بعض اتفاق، دايما تودي الإكس الصغيرة للإكس الكبيرة. عايزين نتجنب النيجاتيف دي خالص. تمام كده؟ يبقى كده مين هيروح الناحية التانية؟ ال 2x هي اللي هتروح لل 6x، يبقى 6x minus 2x، ال 2x طبعا بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف. تمام، مين هيجي يقعد مكانها؟ أكيد مين؟ النيجاتيف 5 هي اللي هتروح تقعد مكانها. تمام كده؟ يبقى اكتب 11 بلس ال 5. طيب 6x minus 2x، يعني ال 6x أخدت منها 2x، اتبقى كام؟ 4x equal 16. كده اتظبطت وبقت equation عادي. مين يروح الناحية التانية؟ ال4. ال4 عاملة multiply مع الx، تروح الناحية التانية بديفايد، يبقى الx equal 16 divided ال4 equal كام يا شباب؟ equal ال4. تمام كده؟ يبقى السوليوشن set بتاعتي equals 4. تعالى معايا في question number 2. بيقول لي اكتب الانيكواليتي بتاعتي of the real number more than ال 5 و less than ال 8. ده الكومباوند انيكواليتي، يعني انا ساعتها بكتب اكس في النص كده وحوالينها العلامتين more than و less than. هو قال لي more than كام؟ 5. قال لي less than كام؟ 8. خلصت، هو عايزها كده بس، وبعدين عايزني اعملها على النمبر لاين بتاعي. طيب يبقى انا هكتب كده 5 واكتب هنا 8. طيب هنا في علامة or equal؟ لا ما عنديش، يبقى اكتب open open واوصل ما بينهم، هو دي المسافة اللي ما بينهم. تمام كده يا شباب؟ question number 3 بيقول لي عايز السوليوشن set للانيكواليتي بتاعتي واعمل لها represent على النمبر لاين. تمام مفيش مشكلة. بص يا سيدي 5 minus 3x greater than or equal to. طبعا هو لازم يديلك مسألة تعمل فيها change للانيكواليتي ساين. تعالى ركز معايا، مين اللي هيروح الناحية التانية يا شباب؟ اللي ماسكة في الاكس ولا في البلس والماينس؟ لا البلس والماينس، اللي هي الفايف دي اللي هتروح الناحية التانية على طول. تمام كده؟ فهيتبقى لي ايه لما اودي الفايف الناحية التانية؟ خلي بالك الفايف الساين بتاعتها بوزيتيف. ها؟ دايما اقول للولاد لما اجي اقول الفايف نيجاتيف 5 بتبقى قدامها مش وراها. خلاص دي اسمها نيجاتيف 5 مش دي. خلاص فالفايف دي بوزيتيف تروح الناحية التانية بالنيجاتيف. طيب مين هيتبقى بقى لما اخد الفايف؟ هيتبقى النيجاتيف 3x greater than or equal to minus الفايف. تمام كده يا شباب؟ يبقى نيجاتيف 3x greater than or equal نيجاتيف 3. طيب مين هيروح الناحية التانية يا شباب؟ اللي هيروح الناحية التانية نيجاتيف 3. بص بقى اتفقنا مع بعض ان انا بعمل تشينج للساين انيكواليتي لما بعمل تايمز او ديفايدد لنمبر بالنيجاتيف. هنا بعمل تشينج ساين. تمام كده يا شباب؟ طيب مين هيروح الناحية التانية؟ النيجاتيف، فانا هقول له الاكس وانا بودي ايدي كده الناحية التانية هعكس الساين بتاعتي، بدل ما هي جريتر ذان اخليها للزان. نيجاتيف 3 ديفايدد نيجاتيف 3. يا شباب ركزوا في الجزئية دي، في علامة تايمز ما بين نيجاتيف 3 والاكس، هتروح الناحية التانية بالديفايد. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى انا مش عارفة اكتب فين طبعا، المسافة ضيقة جدا. طيب يبقى الاكس للزان اور ايكوال كام؟ ال1. تعال نكتب مع بعض السوليوشن ست. طيب الاكس للزان اور ايكوال 1، انا دايما كنت بقول لاولادي طالما قال لي نيجاتيف، طالما قال لي للزان يبقى على طول نيجاتيف انفينيت معايا، والانفينيت دايما اوبن، دايما ايه؟ اوبن. طيب ال1 بقى هتبقى كلوز عشان عندي اور ايكوال، عشان عندي يا شباب اور ايكوال. تمام. طب يا مس تعالي بقى نعمل النمبر لاين. اوكي ادي ال1 اهي، خلاص
ال1 دي هتبقى closed وبعدين همشي ناحية النيجاتيف. ادي كده النمبر لاين بتاعي خلص. تمام كده. طيب انا هحاول برضو ايه افصل كده. دي المسألة اللي فوق. تعالى معايا في موديل بي question number 1. عايز السوليوشن سيت بتاع المسألة دي روت 3. اشتغلها هنا يا شباب. اوكي كده اول مسألة روت 3 x بلس ال1 equal 4. نفس الكلام نفس اللي عملناه في الموديل اللي فات. مين هيروح الناحية التانية؟ ال1 هتروح بالديفرنت ساين يبقى الروت 3 x equal 4 minus ال1 يبقى الروت 3 x equal 3. طيب مين هيروح هناك الناحية التانية يا شباب؟ الروت 3. الروت 3 عاملة مع الاكس تايمز يبقى الاكس هتساوي 3 ديفايدد روت 3. يا ميس ما ينفعش في الديمينيتور يبقى في روت 3. مظبوط. طب اطيرها ازاي؟ اقول روت 3 اوفر روت 3 عشان الروت دي هتتكنسل مع الروت دي هيبقى كام؟ 3 تحت. طب فوق 3 روت 3 ال 3 هتتكنسل مع ال 3 هيبقى لي ايه يا شباب؟ روت 3. يبقى كده السوليوشن سيت بتاعتي روت 3. تعالى معايا في الكويشن نمبر 2 برضه عايز السوليوشن سيت. هنعمل هنا كده ده كده موديل بي. خلاص كده يا شباب. طيب 5x less than or equal 15. مين هيروح الناحية التانية؟ ال 5 هتروح بالديفرنت ساين. طبعا هنا ملتبلاي تروح بالديفايدد يبقى 15 ديفايدد ال 5 يبقى x less than or equal كام؟ 3. طيب الانيكواليتي دايما بكتب السوليوشن سيت بتاعتها في صورة انترفال. تمام كده. الاكس less than يبقى النيجاتيف معايا. لما يكون greater than يبقى البوزيتيف هو اللي معايا. خلاص واكتب 3 وكلوزد اللي هي برضو لتر كام؟ دي. طيب تعالى معايا في question 1 اول سؤال في الستوري. بص بقى معايا يا سيدي. ادي اول سؤال بيقول لي 4x minus 5 equal 2x plus 9. يا ميس انا ملاحظ ان الناحيتين فيهم اكسات. خلي الاكسات على جنب والارقام على جنب يا باشا. طيب دايما لاحظ انك تودي الاكس الصغيره للاكس الكبيره يا ميس. طب انا لو ما عملتش كده هتطلع صح برضو بس انا بسهل عليك ببعد عن النيجاتيف. تمام كده. طيب فانا هكتب 4x minus 2x equal 9 بلس ال 5. ما هو مين هيجي مكان الاكس؟ ال 5 هتروح بالديفرنت ساين. طيب 4x minus 2x 2x equal 14 يبقى ال x equal 14 divided 2 equal 7. تمام كده. يبقى اكتبها فين؟ اكتبها فين مش عارفه. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي بتساوي ال7. خلاص تمام كده اول سؤال. خلاص خلصنا. تعالى معايا في question number 2 برضو عايز الانيكواليتي لمور ذان نيجاتيف 2 وليس ذان 4. اول ما الاقي ان انا عندي علامتين كده اكس في النص greater than less than more than negative 2 دي كده اسمها more than x more than negative 2 x مديالها ظهرها اهو less than 4. طيب اعملي ده على النمبر لاين. عيني حاضر. ادي بس حاسه ان هو معوج شويه. طيب ركز معايا. ادي النمبر لاين بتاعي هكتب هنا النيجاتيف 2 وهكتب هنا ال4 واعمل هنا open خلاص واوصلهم ببعض. هو ده النمبر لاين بتاعي. سهله جدا مفيهوش اي مشكله خالص. طيب تعالى نشتغل المساله دي ونجيب السوليوشن سيت بتاعها.
مين هيروح الناحية التانية يا شباب؟ ال7. بصوا اشارتها ايه؟ بصوا انا جايه ناحيه الايه الليفت سايد، اشارتها هنا ايه؟ بوزيتيف، تروح الناحيه التانيه بالنيجاتيف. ايه اللي هيتبقى لما اودي ال7 الناحيه التانيه؟ النيجاتيف 2 اكس جريتر ذان 3، ودي بقى ماينس 7. خلاص، يبقى نيجاتيف 2 اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 4. مين هيروح الناحيه التانيه؟ النيجاتيف 2. يا ميس، ده انا هودي رقم بالنيجاتيف، دي عامله ملتبلاي، تروح الناحيه التانيه بالديفايد، فيبقى كده الاكس، بص قبل ما اودي اي حاجه هعكس الانيكواليتي ساين بتاعتي كده، تمام. نيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف 2، عكست الساين بتاعتي، يبقى الاكس less than or equal to. تمام كده، تمام. طيب تعال نكتب هنا السوليوشن ست، ولا نسيب لها هنا مكان؟ تعالوا معايا في السوليوشن ست اللي هتتكتب في صورة انترفال. طيب less than or equal، خلاص عرفنا ان هي نيجاتيف. طيب وال2 هتبقى closed. تمام كده يا شباب، عايزه اعملها على النمبر لاين بتاعي، ادي كده ال2 واعملها closed واروح ناحيه النيجاتيف بتاعي. طيب تعالى معايا في موديل سي، نفس الكلام. بص يا سيدي، كده قفلنا موديل بي، تعالى موديل سي. قال لي روت 5 بلس سوري روت 5 اكس بلس ال1 ايكوال 6. مين هيروح الناحيه التانيه؟ ال1. يبقى 5 روت 5، لا انا بص بقى، انا مش عاجباني دي كلها على بعضها كده، اكتبها لك كده بشكل ايه كويس. بص يا سيدي، روت 5 اكس بلس ال1 ايكوال 6، اللي هيروح الناحيه التانيه ال1، يبقى روت 5 اكس، هي من الاول المساله دي مش عايز تتكتب ايكوال 6 ماينس 1، يبقى روت 5 اكس ايكوال 5. تمام كده يا شباب، يبقى الاكس ايكوال الروت 5 دي عامله تايمز، تروح الناحيه الثانيه بديفايدد، يبقى 5 اوفر روت 5 تايمز. عشان اضيع الروت 5 اللي موجوده تحت دي، اعمل لها تايمز روت 5 تايمز روت 5. ليه بقى يا شباب؟ قلنا علشان بعد كده هعمل ايه بقى؟ هكنسل الروت دي مع الروت دي، هيتبقى 5 روت 5 اوفر 5. كنسل ال5 دي مع ال5 دي، هيتبقى كام؟ روت 5 اللي هي دي. تعالى معايا في question number 2. قال لي 3x less than or equal 21. مين هيروح الناحية التانية؟ والله يا ميس اللي هيروح الناحية التانية ال3 بالديفايد equal كام؟ equal 7. تمام كده، يبقى الاكس less than or equal 7. طيب انا عايزة السوليوشن ست اللي هتتكتب في صورة انترفال، طالما less than or equal يبقى النيجاتيف انفينيت معايا، اكتب 7 واكتب كلوز. تمام كده، اللي هي انهي لتر دي. تمام كده يا شباب. طيب بما ان عندي مكان تحت وربنا موسعها عليا، هكتب كوتشن نمبر 1 هنا. طيب 5x minus 1 equal 2x plus 11. طيب انا عندي الناحيتين فيهم اكسات، لا انا هخلي الاكسات مع بعض واخلي الارقام مع بعض، واودي الاكس الصغيره للاكس الكبيره، يبقى 5x minus 2x equal 11. مين هيجي يقعد مكان ال 2x؟ ال1 هتبقى بالبلس، يبقى بلس 1. 5x minus 2x هيديني 3x equal 12. يبقى كده الاكس equal 12 divided 3، يبقى x equal كام يا شباب؟ 4. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي equal 4. طيب ما طلبش مني النمبر لاين، يبقى انا كده خلصت نمبر 1. تعالى معايا في question نمبر 2. عايز more than 1 و less than 9. طالما عندي علامتين كده اكتب الاكس في النص، greater than more than greater than less than.
طب عايزة more than 1 أهو، less than 9 أصغر من 9 بالمنظر ده. طب عايز نعملها على النمبر لاين، ادي النمبر لاين بتاعي، هكتب هنا ال1 واكتب هنا ال9. تمام كده. طيب دي open ودي open واقفل ما بينهم. طيب question number 3 بيقول لي عايز السوليوشن set ل 3 minus 4x greater than or equal 15. تمام، حلو قوي. حضرتك بقى هتعمل ايه؟ انا هودي يا ميس ال3 دي الناحيه التانيه، ال3 دي اشارتها ايه؟ بوزيتيف، هتروح الناحيه التانيه بالماينس. طيب خلي بالك نيجاتيف 4x greater than or equal ده اللي اتبقى 15 من جاي لها ماينس 3، يبقى نيجاتيف 4x greater than or equal 15 ماينس 3 كام يا شباب؟ 12. تمام كده. طيب مين هيروح لي الناحيه التانيه؟ النيجاتيف 4 هتروح بالايه؟ بالديفايدد، في علامه تايمز ما بين النيجاتيف 4 والاكس. طيب انا هوديها الناحيه التانيه، وانا بوديها خلاص لازم اعكس الانيكواليتي ساين، اخليها بالمنظر ده. تمام كده يا شباب. تبقى 12 divided نيجاتيف 4، يبقى الاكس less than or equal نيجاتيف 3. حلو الكلام. طيب السوليوشن سيت بتاعتي less than يبقى نيجاتيف انفينيت، بعد كده نيجاتيف 3 واكتب كلوزد. وبعدين خلي بالك دايما لما يجي يقول لك النمبر لاين، ادي النمبر لاين بتاعي، اكتب نيجاتيف 3 وديت كلوزد خلاص، واروح ناحيه النيجاتيف بتاعي. انا كده خلصت ال3 مودلز. اتمنى تكون استفدت من حل التقييم السادس. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله التقييم اللي جاي.